السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير يا رب، كده تكونوا بخير دايما يا رب. دي طبعا كرتونة، مش كرتونة برسيل، لا ده خداع وتمويه. او يعني جيبي اي كرتونة كبيرة عندك كده، اعتبروه بقى بوكس رمضان. انا هنا بالنسبة لي بحوش فيه حاجة رمضان كل سنة، بشيلها كده وعشان احافظ عليها. وطبعا كل مرة سنة مثلا بيكون عندك حاجة زيادة عملتيها او اشتريتيها، فبتكون عندك كمية كبيرة كل سنة. اعملي كده، مش لازم تشتري كل حاجة وتكلفي نفسك، خاصة الحاجات غالية اول يومين دول. ربنا يرفع البلاء ويفكها علينا جميعا يا رب، وكل عام وانتم بخير. انا هنا طلعت كده الهدية اللي هي البلورة ديت، هقول لكم قصتها دلوقتي. وكمان في افراح كده من هي الورق الكرتون جميلة، اشكال الكراتين الجميلة القديمة بتاع رمضان والجديدة، وفنانيس كمان. وكمان مفارش خيامية، وكمان هقول لكم انا عملتها ازاي كلها. وكمان اللي هي ميداليات المفاتيح والحاجات الجديدة والجميلة ديت، هوريها لكم كلها واحدة بواحدة. بالنسبة دي البلورة دي بقى أهم حاجة في الفيديو. هقول لكم قصتها دلوقتي. دي يا جماعة جايالي هدية. طبعا انتوا عارفين عيد الأم جاي مع رمضان. جايلي هدية من ولادي وجوزي، والفكرة مش فكرة إصرارهم إن هم يجيبوها في وقتها في وقت الهدية. و دي طبعا كان في شكل تاني منها، بس انا بحب الشكل ده، هم كانوا عارفين. ودي كمان الفكرة ان هم يختاروا لي اللي انا بحبه، ويروحوا كمان قبل باباهم ما يسافر بساعة، يعني يسافر برا مصر، وقبل ما يسافر بساعة عربيته تيجي تاخده، يروحوا مشوار بعيد جدا والجو كان وحش قوي علشان خاطر يجيبوها، وكمان يعملوها لي مفاجأة. طبعا عنصر الإصرار هنا والمفاجأة جميل جدا. زي ما انتم شايفين كده، طبعا كانت احلى هديه. هي بتعمل اغاني كتير لرمضان، وفيها كمان اشكال فوانيس، فيها اشكال متنوعه، وبتعمل الوان كتير زي ما انتم شايفين. انا هنا وريتها لكم في الضلمه، وكمان هنا كنت مشغله الفلاش، وكمان صوتها عالي جدا. اشتغل أبيض بالحجاره، ووردي. صح يا بتكون ماما؟ الجو جميل جدا بقى لو طافيين النور. وشكل رمضان جميل، في منها بقى اشكال كتير غير اشكال رمضان. وكمان جايب الميداليه الجميله ديت اللي هي تقريبا اسمها بسنت، مش عارفه، قولولي في الكومنتات. كراتين دياستي، وكراتين الجميله القديمه بتاع رمضان الحلوه اللي كلنا بنحبها، دي مش قديمه قوي كمان. قولولي بقى كنتوا بتحضروا كراتين ايه في رمضان؟ انا هنا حبيت اعلقها كده في المفاتيح، وكان بدأت بيها اول حاجة كده باب الشقة. هندخل بقى على، انا هنا حبيت احط الكلمات الدينية ديت: الا بذكر الله تطمئن القلوب، اذكروا الله جميعا. وحبيت اعمل كمان فوانيس كده، فانوس بره كده بالفوم اللي هو الجولد على باب الشقة، ومن ورا كمان الفانوس ده حطيت فيه حروف اولادي ايسل واروى وانس، ربنا يبارك لي فيهم يا رب. وكمان حطيت دلايات قرآنية. وهنا عملت الأشكال ديت بالقماش اللي هو الخيامية، بيجي منه أشكال كده مع فوانيس أو أشكال فنانيس وأشكال كرتون زي ما قلت لكم. جمعت منها كده أكتر من شكل فنانيس. أنا هنا على فكرة أنا اللي عاملاه السنة اللي فاتت، وبقصه كده بالأشكال، وبقية الأشكال بقية القماش اللي هو مفيهوش أشكال بقصه كده مثلثات. عملت هنا ده كمان على باب شقة ولادي رمضان كريم وهلال بالفوم الأبيض والجول، شكله جميل جدا. ودي هنا كمان الفرع ده عبارة عن ورق كرتون مقوي، فيه فرع كده زي الشريط الستان، جميل جدا برضو، ما كانش غالي. وكمان على فكرة من السنة اللي فاتت فيها اشكال كرتون كتير، بكار وبوجي وطمطم وفطوطة، حاجات جميلة كده بنحبها. ودي كمان كرة البلورة اللي هي الديسكو، بتشتغل فلاشة، بتشتغل عليها اغاني كتير رمضان. ان شاء الله اوريها لكم مع بعض في الفيديوهات او الستوري. تابعوني ان شاء الله، ما تنسوش لايك بقى للصفحة، وتابعوا الصفحة، وتابعوا كمان قناتي، قناة ريم هوم على اليوتيوب. هناك هتنزل عليها فيديوهات اكتر، هتلاقوا عليها وصفات كتير متنوعة، هتحبوها ان شاء الله. وقولوا رأيكم كمان فيها في الكومنتات. هنا كمان عملت الاشكال دي فوانيس ولزقتها. هي كان فكرة كنت عاملاها السنة اللي فاتت كمان فرع كده بشريط، السنة دي حبيت اغير في الشكل ولزقتها بلزق كده دبل فيس على الحيطه. وكمان حطيت البلوره دي هنا كده على الكرسي الديكوري، على السلم الديكوري. كمان هنا ده ستيكر كده كانت ماما جايبهولي بمناسبه رمضان، حطيت منه كده على صينيه سلستين عادي كبيره مربعه، هي بس ما جاتش معايا لان هي عاليه قوي من فوق، بس كانت جميله جدا. وحطيت الجزء التاني على الترابيزه كده الرخام، ان شاء الله نصور عليها كمان فيديوهاتنا وقهوتنا مع بعض في خلال شهر رمضان الكريم. على فكرة شكلها جميل جدا. قولوا لي بقى ده اسمه فطوطة وبكار ومعزته رشيدة وعم شكشك والكبير قوي.
وبسنت ودياستي وبوجي وطمطم. قولوا لي بقى الاشكال دي عارفينها ولا لا، وشفتوا ايه فيها. ورمضان كريم عليكم يا رب. هنا دي بقى كمان اجمل هديه، عربيه الفول على فكره كبيرة جدا، وكمان معمولة من الخشب، جميلة. انا بقى هي مكملاها بالاطباق ديت بتاعت ولادي كده، اطباق مطبخ صغيرة، ولزقتها بشمع. وكمان الازازة دي انا اللي عملتها كده، ولفتها بالفويل، وعملت لها المعلقة دي كده زي القدرة يعني، وهي عليها النور والكتابة بالستيكر ده، كتابات جميلة كده وعليها اشكال جميلة. انا في حاجات كملتها بقى على حسب بقى اللي انتوا عايزينه، ممكن تسيبوها زي ما هي كده، بتكون حلوة برضو. شكل ديكور جميل جدا في البيت. كمان ده كنت خليته مفرش، المرة دي انا عملته تابلو كده على الحيطة، شكله جميل جدا. بقى انا حضرت كل الحاجات دي، الفكرة ان انا عملتها في نص ساعة يعني، كل الحاجات دي جري كده بسرعة، ولادي في الدرس عشان اعملها لهم. احنا كده بيحبوا المفاجأة وبيحبوا يفاجئوني، انا كمان حبيت افاجئهم وانبسطوا جدا. وطبعا تعبي ما راحش على الفاضي، ربنا يخليهم يا رب ويبارك لي فيهم، ويخلي لكم كل اولادكم وحبايبكم يا رب، ويعود عليكم الايام لا فاقدين ولا مفقودين. بوريكم هنا الشكل النهائي. انا بس خليت الافرع اللي هي الشكل الخياميه ديت كام شكل، لان هي كبيره جدا، فحبيت كمان ان انا اخليها لهم كجزء يشاركوا معايا فيه. انا هعلقه هنا على البلكونات في البيت من بره. ودي كمان البطوطه بتاعت ابني، الفوانيس بتاعتهم وريتها لكم. ودي كمان الطبله بتاعتهم بتاع المسحراتي، هنزلكم الفيديوهات بتاعته، كان بيسحرنا وهو صغير، شكله جميل جدا على القناه على اليوتيوب، ان شاء الله تحبوه. بغني كمان اغاني كتير جدا مختلفه، واغاني رمضان تحفه جدا. طبعا شفتوا الجو، الشكل النهائي ده في الاخر هنا من الجنب الخلفي للريسبشن، وهنا الجنب التاني ده اكتر مكان بنقعد فيه. دي طبلة المسحرة دي على فكرة طبلة حقيقية، صوتها جميل جدا. هنا الشكل النهائي للأشكال الخيامية، على فكرة هو أشكاله مختلفة. ده بعد ما علقته وأنا وولادي فرحوا جدا جدا، هم بيشاركوني فيه. ودي كمان بلكونتنا الكبيرة لأن احنا بنقعد فيها. أنا علقت فوق كده من على السطح، ورجعت نزلت تحت ربطته، بيبقى بقى بيدي منظر كامل للبيت من بره، شكله جميل. وعلى فكرة أشكاله مختلفة، هوريهولكم أهوت يعني. في منه كام رسمة، طبعا في منه كتير، تقدروا تجيبوا اللي انتوا عايزينه وتنوعوا. زينا كمان البيت من بره كده بقلب، اخترنا اللون الازرق على البيت كله من بره لانه لايق على التشطيب بتاع بيتنا، واداله منظر جميل جدا. زوقنا كمان الشارع كده من بره، منظر تحفه. وده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش لايك للفيديو، ارفعوا الفيديو كده بلايك، ولايك للبيج. وكمان زي ما قلت لكم ما تنسوش تزوروا قناه ريم هوم على اليوتيوب، هتعجبكم جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين. ربنا يا رب يعود عليكم الايام بالف خير، مع الف سلامه.